السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على صبركم ووقوفكم في هذا الحر الشديد. وإن دل فإنه يدل بحمد الله أن شعب الكويت لا يزال ينصر المظلوم، وأنه شعب مهما حاول المحاولون على أن يفصلوه من هويته وعقيدته فإنه بحمد الله لا يزال متمسك بها مهما كان الأمر، ومهما كان هذا الضغط، ومهما منع حتى من الجلوس على الكراسي وغير ذلك من المضايقات التي نعلم أنها تخرج أحيانا حتى عن الوزير، لأن التغلغل الإيراني ما يزال يضرب بمؤسسات الدولة حتى وصل إلى رئيس الوزراء. ونقول هذا رغما عن كل أنف نائب يقول أنتم غير صادقون بما تقولون. فنقول الإعلام الكويتي المختطف الذي يخرج صورة بشار يصافح سمو الأمير ولا يخرج صور القتلى والجرحى والمعتقلين والمظاهرات التي يطلق عليها الرصاص الحي. هذا الإعلام الفاسد لا يتشرف أهل الكويت بأن يكون إعلاما لهم، بل هو إعلام مختطف، إعلام ينظر إلى ما يملى عليه من الخارج من طهران أو من النظام البعثي. ونحن نقول أيها الإخوة رسالة لأهل سوريا: أبشروا أيها الشعب السوري بالنصر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مجرد ما خرجتم عن صمتكم وخرجتم في الشوارع لتنكروا على هذا الرويبضة، على هذا المتعاون مع اليهود، على هذا العميل الذي ضرب وسفك دم شعبه، بل من 40 سنة سلم أراضي سوريا لليهود. والتاريخ يعيد نفسه، سار الابن على ما سار عليه أبيه بعد أن ارتكب أبيه تلك المذابح المروعة في حماه، بعد أن هدم مساجدها ودخل البيوت. بعد ذلك عاد لأنه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فليست غريبة عن بشار ولا عن أسرة الأسد الذي منها بشار ومنها ماهر وغيرها من أزلام النظام، ليس غريبا عنها أن تسلك مسلك ذلك الطاغية الهالك، تسلك سفك الدماء والقتل الجماعي والمقابر الجماعية والاعتقالات الجماعية. هناك تعليمات وهناك إيحاءات وهناك توصيات من بعض المسؤولين: لا تذكروا بشار ولا تذكروا نظامه ولا تذكروا ما يدور في سوريا. والله سوف نذكر بشار ونلعن بشار على ما يقوم به هذا بشار الأسد ونظامه يرتكب جريمة العصر. هذا الظالم المجرم يرتكب جريمة العصر، وإذا تخاذل القادة فإن الشعوب لا يمكن أن تتخاذل لو ذهبوا زحفا لفك الحصار عن سوريا. فأنا أقول لذلك الظالم ولكل ظالم: بشار يا كذاب، اضرب انت وانخطاب، يا بشار يا كذاب، اضرب انت وانخطاب. ونحن نقول لكل ظالم، كل ظالم يقوم عليه شعبه وهو يتمسك بكرسيه، فنقول له: إما أن ينكسر الكرسي أو تنكسر أنت. ونقول: سوف تنكسر أنت بإذن الله، ويبقى الأمن ويبقى النظام في سوريا العزيزة على قلوب العالم الإسلامي. سوريا أيها الإخوة وأيها العالم، عبر وسائل الإعلام نوصل لكم هذه الرسالة من أهل سوريا:
ومن المقربين لما يدور من أحداث في داخل سوريا أن الشعب السوري تتكالب عليه عدة جهات، منها النظام الظالم لشعبه والظالم نفسه، هذا النظام المجرم يعاونه النظام المجرم في طهران بتعاون مع ما يسمى بحزب الله والميليشيات المجرمة العراقية التي تتبع للنظام الإيراني. كل هذه العصابات تجتمع اليوم على الشعب السوري. فأين أهل النفوس الأبية؟ ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان. إنما يحدث في سوريا كما مثله أبو البقاء الرندي لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إيمان وإن كان في القلب إسلام وإيمان. إنما يحدث في سوريا من قتل الأطفال وقتل النساء والمعتقلات الجماعية والمقابر الجماعية أمر لا يمكن أن يصدقه عصر، في عصر الإعلام وعصر الفضائيات وعصر العولمة وتحت سمع وبصر والعالم الغربي وجميع فئات العالم ينظرون إلى هذا المجرم كيف يفتك بشعبه وكيف يفعل بشعبه. لكني أؤكد أن الحق سوف ينتصر بإذن الله مهما تواطأ المتواطئون. وأقول للغرب ولتصلهم هذه الرسالة، رسالة الجموع وهذه الحشود التي خرجت في سوريا وخرجت في تركيا وخرجت وستخرج في كل بلد، لو سمح لها من قبل الأنظمة الحاكمة، لو سمح للشعوب الإسلامية وحتى غير الإسلامية، فإنها سوف تخرج منكرة ومستنكرة لما يحدث. لكني أقول هذا التخاذل العالمي والتواطؤ العالمي وهذه التصريحات الخجولة المتواطئة، نقول لهم سوف تخسرون الشعب السوري الأبي. وإذا لم يحل الأمر في سوريا قبل فوات الأوان فسوف ينقم عليكم الشعب السوري الذي ارتكب فيه وبشعبه المجازر والمعتقلات. فالقتلى في سوريا بلغوا الآلاف، ليس كما يصوره بعض الأنظمة وبعض وسائل الإعلام، بلغوا الآلاف. المقابر الجماعية أيها الإخوة حتى الآن لا يعلم عددها، كل يوم وآخر يكتشفون مقبرة جماعية. ولا يزال يؤمل الغرب في بشار أن يقوم بإصلاحات، لكن إذا ترك الشعب يواجه مصيره فسوف ينتصر بإذن الله. لكن هذا النصر سوف تكون عواقبه وخيمة على الغرب وعلى كل نظام خانع، نظام عميل، نظام يجامل هذا المجرم. نسأل الله عز وجل أن ينصر أخواننا في سوريا وأن ينصر من نصرهم ويؤيد من أيدهم ويثبت كل قدم وقفت لتنصر أخوانها في سوريا، ومنها ذلك القائد الذي نشكره ويشكره العالم الإسلامي أردوغان، اسم سجل في التاريخ اليوم، تشكره جميع الشعوب. لكن نقول شكرا أردوغان. نعم، هذه رسالة من الشعب الكويتي يشكر أردوغان ويقول شكرا أردوغان على ما تقوم به، وندعوك أيضا لمزيد من التسهيلات لإخواننا اللاجئين من سوريا إلى حدود التركية، وندعوك أيضا أن تدخل وتجتاح
في حدود تؤمن بعض المدن وتجعلها ملجأ للاجئين. ولا يغرك تلك رؤوس النعام التي وضعت في التراب، لكن عليك أن تنصر دين الله عز وجل وتنصر جيرانك ممن يستغيثون بك اليوم، يستغيثون بالله عز وجل ثم بك. نرجو أن تصل رسالتنا لأخينا أردوغان ولكل شريف على وجه الأرض لينصر الشعب السوري الذي نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأيدهم، والفرج قريب بإذن الله. فلا تيأسوا وأنتم الأبطال. قتلت نساؤكم وقتلت أطفالكم وقتل الرجال منكم، ولا تزالون صابرون، لا تزالون مستمرون في نهضتكم وفي انتفاضتكم، فإنها والله إنكم اليوم تسجلون أعظم البطولات في التاريخ المعاصر. وشكرا لكم أيها الإخوة.